السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم صينية كوسة بالبشاميل خطيرة تحفة. انا قطعت الكوسة زي ما انتم شايفين كده اهوت وقشرتها وحطيت معلقة سمنة في طاسة وهشوحها لغاية لما تدبل خالص وتدينا لون حلو كده اهي. بصي شوحتها ولا نزلت مية ولا حاجة، ادي السمنة، معلقة سمنة بس، واحدة بس. تمام، تشوحيها بقى كده مش هتنزل منك ميه ولا حاجه خالص. عايزه تقطعيها مكعبات، عايزه تقطعيها زي ما انا مقطعها كده، عايزه تقطعيها دواير براحتك. انا بقى عندي تركه كده صغيره خالص، بحط لها معلقه توم صغيره خطيره جدا وهتعجبك قوي وهتدي طعم حلو قوي للكوسه والصينيه نفسها. بس ادي ده كده شكلها بعد ما هي اتحمرت خلاص. في نفس الطاسه اللي انا عملت فيها الكوسه هعمل فيها اللحمه المفرومه. عندي انا قطعت بصلتين كبار، قطعتهم صغير خالص كده زي ما انتي شايفه، وهشوحها لغايه لما تدبل وهنزل عليها باللحمه المفرومه بتاعتي عادي بالطريقه التقليديه العاديه خالص. عايزه اقولك خطيره وهتاخد من طعم الكوسه ومن طعم الثوم اللي احنا حطيناه، خطيره. في نفس الطاسه ادي اللحمه بتاعتي وهسويها عادي خالص، وهحط لها التوابل بتاعتي: ملح، فلفل اسود، وبهارات، وتوم باودر. ملح وفلفل اسود وبهارات وتوم باودر. ادي اهو. طبعا ما بنحطش الملح في الاول علشان خاطر اللحمه المفرومه ما تكلكعش معايا. تمام، زي ما انت شايفه كده كله مع بعضه. ادي بهارات اهي، ملح وفلفل اسود وبهارات وتوم باودر، بس كده. تشوحيها كويس قوي. بعدين هنتنقل بقى الخطوه التانية اللي هي البشاميل. انا هعمل البشاميل المره دي على البارد، كله على البارد. يعني انا مش هشوح الدقيق. عندي هنا اهوت كوبايتين كبار لبن او حليب، كوبايتين حليب على 4 معالق دقيق كبار، وهحط معلقه سمنه وهنقلبه كويس قوي. كل ده على البارد، ما انا ما ولعتش بوتاجاز ولا اي حاجه. وعندي ملح وفلفل اسود وجوز الطيب، وهشوح على طول او هقلب بسرعه على البارد خالص، وبعدين هولع عليها النار. ده هيبقى اخف من ان انا احمر الدقيق في الاول واحط عليه الميه، وتجنبي طبعا الكلكعه بتاعت الدقيق اللي في الاول وكده. لو انتي لسه اول مره تعملي البشاميل وكده، فدي طريقه سهله وخفيف، يعني مش هيبقى دسم. خلاص. بعدين جبت الطاسه بتاعتي اللي هحط فيها بقى الكوسه او اللي هعمل فيها صينيه البشاميل بتاعي، الكوسه بالبشاميل. حطيت كبشه كده في القاع بتاع الصينيه بتاعتي، وبعدين هنزل بالكوسه بتاعتي نصها، بعدين احط اللحمه المفرومه اهو عادي زي ما بنعمل صينيه المكرونه البشاميل اهي. وبعد ما احط اللحمه المفرومه اروح حط عليها برضو شويه من البشاميل اللي انا عاملاه بس. وهتنزلي ببقيه نص الكوسه اللي احنا سويناها، وهتدخليها الفرن. طبعا هتولعي عليها من تحت وبعدين تولعي عليها الشوبيه بتاعتك، وهتطلع خطير بالوش، خطير جدا، هيعجبك قوي. زي ما انت شايفه كده، شايفه الوش روعه، خطير جدا. قدمتها مع خضار، فلفل وخيار، وحمرت جنبها شويه بانيه. جربي الوصفه بتاعتي وان شاء الله هتعجبك، واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.